الكل، مرحبا بكم في قناتي من جديد. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. كالعادة نشكر كل من اشترك في القناة ويتبع في وصفاتي ويشجع فيا. اليوم بقدرة ربي كما العادة باش نعمل لكم وصفة سهلة وكمية صغيرة. انا راهو علاش نعمل كمية صغيرة؟ ديما هكا معناتها نحب نشجع لي جون في تبدا بنيه في دارهم، معناتها تحب تعمل كعيبه حلو تعاون امها، ولا مثلا توا صيف برشا بنيات عرسوا جدد، دونك تبدا في دارها هي وراجلها، ماذا بيها تعمل صحن حلو. ايش تعمل باش ما تتشجع وما تحرمش روحها مع قهوه العشيه؟ تعمل كيف الروحه، تعمل كميه صغيره، وصفة سهلة وكمية صغيرة تاكلها معناها في فترة قصيرة، كي تكمل وهي تعود جديد الفرش. دونك معناها البنات ان شاء الله يتبعوني ويجربوا الوصفات نتاعي، وراهو ناكد لكم باش تعجبكم. اليوم بقدرة ربي كيف ما قلت لكم باش نعمل لكم غريبة كاكاو، وصفة سهلة ومكوناتها موجودة في كل دار، ومعناتها والمكون الاساسي نتاعها كاكاويه. دونك باش نزيدوها الكاكاو، باش اذا كان حتى مثلا شكون ما يحبش المطعم برشا تاع الكاكاويه، كيف نزيدوها الكاكاو راهي تولي بنه على بنه. اما قبل الوصفه يلا معايا في فكره اليوم. كيف مشيت في البحر في الصيف، قعدت على البحر نلقى هذوما لي كوكياج الحجر، هذه النوعيه هذه الحجر، ساعات هكا كعبيت ببوش هكا على البحر نلقاهم وقتين يبداو على البحر، وبعد ما نعوم نخرج نبدا انا مغرومه برشا بتلميذ الكوكياج من قبل. ديما هكاكا كل ما نمشي نصيف لازم نجيب معايا شكاره مليانه بالكوكياج. دونك اش نعمل انا بهالكوكياج هذي اللي لمدوا من البحر؟ ناخذ عندي هذه زاده صابونه، والله قديمه هي الصابونه هذه، عندي برشا ملي شريتها من وقتها من تونس، شريتها من المول، قعدت وحدها في البيت البانو. دونك قلت باش نعمل بها ديكور. هذه عندي نشافه زاده من قبل شريتها، نشافه صغيره تجي من النشافه زاده تاخذ نشافه اكبر، كانوا عندي في بيت البانو هكاكا. دونك خذيت مزانه عملت لها هذيا الخيط هذيا باش زينتها شويه باش تعمل ربي للبيت البانو، ومن بعد رميت الحجيرات نتاعي، رميت الحجيرات نتاعي شويه بشويه بالطبيعه ترميهم. انا والله قبل زيد لمت برشا، راني لمت برشا انواع، كل مره نعمل حاجه نكمل نرميهم. بعد ما رميتهم رميت الصابونه نتاعي، ديجا انا الديكور نتاع بيت البانو الكبيره في الفير، كل شيء عندي في الفير، ورميت النشافه نتاعي. تجم اي نوع نتاع صابون ترميه، تجم اي نوع نتاع صابون، تجم عندك شي دي مثلا هكا دي فلور ولا حاجه ترميهم، دي فلور. انا هكايا اليوم عملت هكايا حاجه خفيفه باش كل حد تبدا بامكانيته. عندك المزانه تختار النوع اللي تحب عليه انت، وبعد تسكرها هكايا وتخليها في بيت البانو، تولي حاجه مزيانه برشا وديكور، وديجا يقعد معناتها حتى سوفينير، مع الكوكياج يقعد سوفينير. وجربوا هذه الفكره هذه توا تعجبكم برشا. ديجا انا عندي منهم برشا. هذه قبل هذه حضرتها انا وحدي زاده مزيانه، هذه خليتها في الداخل معناها في بيت البانو تاع بيت النوم. اوكي هذه حضرتها قبل، هذه قبل عندي قديمه. باش نستحقوا لغريبه الكاكاو 250 غرام كاكاويه، هذه ديجا قليتها ونحيت لها قشرتها ورحيتها برحات القهوه. تو بعد نوريكم كيفاش رحيتها برحات القهوه. 250 غرام كاكاويه، عليهم مغرفتين طاوله، مغرفتين كبار سكر محور، عليهم كعبه بيض، عليهم حكايه 50 غرام كعبات جوزه للتزيين. هذوما كعبات جوزه للتزيين وهي اختياريه هذه الجوزه، اللي ما يحبش يزين بالجوزه يجزم راهو يعمل كعبات الغريبه نتاعو من غير تزيين. وبالطبيعه اشترى مغرفه طاوله كاكاو، باكو خميره تقطو ما يقابل 13 غرام خميره تقطو، ومغرفه صغيره سكر فانيي، مغرفه صغيره سكر فانيي. وبعد جيست معناتها الزهر باش نسحقوه باش نلفوا بيه كعبات الكاكاو الغريبه نتاعنا.
اول حاجه عندنا الكاكاويه، 250 جرام الكاكاويه ديجا قليتها وقشرتها وتو باش نرحيها برحات القهوه. بعد ما رحينا الكاكاويه نتاعنا برحات القهوه باش نصبوا الكميه نتاعنا، وبعد باش نصبوا مغرفتين طاوله عليهم نتاع السكر المحور، ومن بعد باش نرميو شطر مغرفه الكاكاو، عندنا سكر فانيلي وبالطبيعه مغرفه خميره الجاتو، هذه باكو خميره الجاتو ما يقابل 13 غرام. نعم نخلطوا الخليط نتاعنا الكل، نخلطوه ومن بعد نزيدوا كعبة البيض نتاعنا نصبوها ونخلطوا احنا العجينه نتاعنا تولي عجينه متماسكه كيما هكايا، وتو باش نبداو نشكلوها كعبورات. ومن بعد ناخذوا طبق نتاعنا ونحطوا فيه بابي كويسون باش نبداو نشكلوا الكعبات الغريبه نتاعنا. نصبوا شويه زهر، تحب ما ورد اللي يحب كيما تحب، ما ورد عطرشيه ما زهر اللي تحبوا، المهم معناتها اللي جوست باش تسهل لك العمليه. وتبدا تحط كل مره تهز كعبه هكايا كعيبه، والكعبات كل حد كيفاش يحب، فما اللي يحب كعبه كبيره فما اللي يحب كعبه صغيره، وتنجم تستعمل الميزان باش توزن به الكعبات نتاعك. تعمل مثلا حكايه حسب الكبر، انت توزن الكعيبه حسب الكبر اللي تحب عليه انت، وبعد تتبع عليه الكعبات الاخرين. دونك ناخذوا شويه من الخليط حكايه هكايا نحكروها الكعبه قداش، نشدوا هكا نعملوا يدنا شويه بالماء الزهر باش تتلف لنا، باش تتلف بالباهي. ومن بعد ناخذوا الكعبه نتاعنا نرميوها في السكر المحور، ونحطوها في الطبق. وبعد ناخذوا كعبه الجوزه نتاعنا نرميوها في الابيض تاع البيض، ونحطوها لهنا نسقوها. نلفوهم الكل ونحطوهم في الطبق، ومن بعد نرميو فوقهم الكعبات الجوزه نتاعهم. هكا اسهل لنا برشا. راهي الوصفه سهله برشا وكمل معناها باقتصاديه ومعناها وسهله يعني وصحيه زاده، وهذا الاكثر من كل صحيه. اوكا عاد يا بنات يلا ما تنساوش عاد باش تعملوا لي جيم وتشتركوا، اللي ما اشتركش اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناه، على خاطر راهو الجاميه اللي ترفع الفيديو وتنشحوا. ونشكركم برشا على تشجيعكم. باش نلصقوها في الجوزه، تجم كيما تحب تقصها على 2 ولا تعمل كعبه كامله. هي بالطبيعه انت كي باش تشريها باش تكون كعبات مقصوصين وكعبات كاملين، تعمل انت اللي كان لقيتها كعبه كامله تعملها كعبه كامله ديجا صحيه. هي اصلا الجوزه صحيه والكاكاويه صحيه. راهي وصفه هذه انا معناتها ننصحكم بها لاني كلها منافع. بالنسبه للسكر اللي يحب ينقص السكر ينقص، راهو مش ضروري معناها تعمل مغرفتين طاوله، هما مش برشا، اما تحب تنقص اللي يحب يطبيع الحاجه الحلوه، اللي يحب يزيد. اما ننصحكم هذيك الكميه اللي عملناها راهي باهيه. كملنا الكعبات بتاعنا، جاو 20 كعبه، انا عملت 20 كعبه
معناها ليهم كبار برشا ليهم صغار برشا، اللي يحب يكبر تجي الكميه اقل، اللي يحب يصغر تجي الكميه اكثر. وباش نخليهم توا في الفور على 160 درجه لمده 10 دقائق. وكما تعرفوا في الفور ما تخليوهمش حتى معناها دوبيش، يعني هيك 10 دقائق وانتم عينكم ميزانكم، يعني تشوفوا الفور كل حد والفور نتاعو. ومن بعد تطفيو على كي تطفيو الفور تخليوهم هكا شويه حتى يدرج عليهم نارهم. وبالطبيعه باش نخلي الفور يسخن شويه قبل ما نحطهم. هاكا الكعبه كيف نقصوها، لقاوها الحشو نتاعها هكا.